عليها. وهنا قائد جيش المسلمين سيدنا سعد بن ابي وقاص شايف الكفه بتميل ناحيه الفرس بسبب الفيله، وده اللي خلاه يستعين باحد الفرس المسلمين واللي قال له على سر هزيمه الفيله، وهي قتل الفيل القائد لقطيع. واول ما عرف سيدنا سعد بلغ عاصم والقعقاع اللي امرهم بقتل الفيله رؤساء القطيع، واتموا المهمه بنجاح. وطبعا بعدها الفيله اتشتتت وهربت، ودارت المعركه بين الفرقتين لحد الليل، وخلص اليوم الثالث. وجينا لليوم الاخير واللي كان الجيشين انهكوا من 3 ايام طحن في بعض، لكن القعقاع كان شايف انه لازم نواصل القتال صباحا، ناخدهم على مشمهم بالبلدي كده. بالفعل اتم الله نصره على المسلمين في معركه فاصله في فتح بلاد العراق. وكمل بعدها سيدنا القعقاع فتح المدن اللي كان بيهرب ليها قاده الفرس، وكانت تقريبا 5 معارك لحد ما وصل لبلد اسمها حلوان، بس مش حلوان بتاعتنا. وهنا الفاروق ولا عليها، بس القعقاع ما كانش راجل حكم قد ما هو كان راجل معارك. كمل بعدها لحد معركه نهاوند اللي ذكرناها قبل كده، دي طبعا اللي قضت على الفرس والدوله الساسانيه. لو تفتكروا معايا فوق انا قلت ان هو اصلا كان راجع من اليرموك للقادسيه، وده اللي بيفكرنا انه شارك في فتوح الشام مش